أنا مش هكمل في النادي ده أكتر من كده، أنا ممكن أتكشف والناس تصدق فعلا إني مش أهلاوي، لازم أطلع إعارة في أقرب وقت ويتعمل لي كوبري أرجع بيه الزمالك تاني عشان ما أخسرش الفلوس اللي عملتها من كتر الخصومات. العميل 101 أو الرجل الدسيس أو ابن 100 عقبة، كل دي ألقاب بيقولها جمهور الزمالك للاعب الأهلي الحالي إمام عاشور اللي عليه كلام كتير الفترة الأخيرة بسبب سلوكه بعد ما شد مع كابتن الأهلي محمد الشناوي في أوضة اللبس. المشادة حصلت بسبب إن إمام عاشور معترض على قرار كولر الفني بإنه ما شاركش مع الفريق في المباراة الأخيرة اللي كسبها، وفضل ساكت على الدكة قدام الكاميرات والجمهور. وأول ما دخل أوضة اللبس كابتن النادي محمد الشناوي شافه قلب وشه ومش عاجبه، راح الشناوي قال له: مش كنت بتضحك قدام الناس بره يا ابني؟ انت ملبوس ولا مال وشك؟ إمام عاشور رد على الشناوي وقال له: خليك في حالك يا كابتن، الله يرضى عليك، أنا مش طايق نفسي دلوقتي. المشادة ما خلصتش هنا، ده كمان إمام عاشور قال للشناوي: انت كابتن على نفسك مش عليا. والكلام ده كله كان قدام محمد رمضان مدير الكرة في الأهلي اللي ما عجبوش تصرف ولا سلوك إمام عاشور، وقال له: انت مفكر نفسك في زريبة؟ انت في نادي محترم يا ابني. راح رازع مخالفة مليون جنيه. المخالفة تقبلها جمهور الأهلي اللي ما بيرضاش أبدا بالحال المايل. أصلا مهما تعمل يا إمام انت مش هتبقى أعز من الباقي اللي مشيوا قبلك بسبب سلوكهم. إمام عاشور مشي من النادي وقفل تليفونه ومرضيش يقف يكلم محمد رمضان، وفي نفس اليوم عمل شير للستوري على الانستجرام بيلقح عليه ومكتوب: ده كرهنا في الشهر الكريم، على أساس يعني إن الناس هتتضامن معاه مثلا. لكن اللي حصل إن الجماهير اديته على دماغه، وطلع اللاعب السابق إبراهيم سعيد وقال إن إمام عاشور عايز يرجع نادي الزمالك تاني خلاص بعد ما استكفى بطولات وبقى شبعان فلوس، ولازم إدارة الأهلي تتدخل بسرعة قبل ما يحصل الكلام ده. واللي محدش يعرفه فعلا هي محاولات نادي الزمالك فعلا لإعادة ابنها الضال إمام عاشور بعد ما مشي من النادي وحلف إنه مش هيلعب في مصر غير لنادي الزمالك. برضه بالعقل، الواد زملكاوي هو وعيلته، ومصر كلها عارفة قصته، إزاي بين يوم وليلة يكون بيلعب في النادي الأهلي.